يلا بينا نعمل أسهل وأسرع وأحلى وصفة تشاينيز فود ممكن نعملها. بس قبل ما نبدأ خلينا نصلي على النبي وندعي لإخواتنا ربنا ينصرهم. أول حاجة هنعملها هنجيب ستريبس جاهز نقليه أو نحطه في الإير فراير علشان نخلص. تاني حاجة نخلي أي حد معدي من قدام المطبخ يقطع لنا شوية خضار عشان الخلق يا دوبك. أنا على آخري. أول حاجة هنعملها نجيب طاسة على النار ونحط فيها شوية توم وشوية جنزبيل ونشوحهم مع بعض. بعد كده ننزل عليهم بالخضار المتقطع، وهنا هتشموا ريحة رهيبة رهيبة رهيبة. نشوحهم تشويحة كده مع بعض ونسيبهم يتبلوا شوية على النار، على نار واطية جدا جدا جدا. بعد كده هنقطع الستريبس بتاعنا وهنبدأ نعمل الصوص. هنجيب بولة ونحط فيها معلقة عسل وحبة كاتشب وصويا صوص والتوابل بتاعتنا اللي هو بصل بودر وتوم بودر، ونقلبهم كويس قوي مع بعض. بعد كده هناخد الستريبس ونحطه مع الخضار علشان ياخد من ريحة الخضار والثوم والجنزبيل. بعد كده هننزل عليه بالصوص اللي احنا عملناه. بعد كده هناخد شوية من مية المكرونة وننزل عليهم. نسيت اقول ان انا حطيت شوية نشا متدوبين في شوية مية قبل ما نحط الصوص على النار. بعد كده لما هنحط مية المكرونة الصوص بتاعنا قوامه هيظبط جدا، ونسيبهم ياخدوا غلوة كده مع بعض. بعد كده ننزل المكرونة وبس كده، وبألف هنا والشفا. بس كده وبكده يبقى عملنا أحلى وأسهل وأسرع تشاينيز فود ممكن تعملوها.